حضرتك أحمد سعيد أحمد، طالب بكلية التربية، قسم الرياضيات، قائد أسبق لشركة الجوالة. تمام. التنظيم لحفلة الاستقبال تم طبعا مع الاتحاد وأسرة من أجل مصر وعشيرة الجوالة. تم تحت تنظيم معين قائم وأهدافه على الوعي والتوعية للطلاب بمعرفة الأقسام الجديدة تحت نظام الساعات المعتمدة، ومعرفة الأماكن في الكلية بتاعتنا، بما أنهم لسه مقبلين على الكلية وأغلبهم يعني كان طموحه يخش بعض كليات أخرى، فإحنا كان لازم نجدد عندهم الطموح، نخلي عندهم أمل في المستقبل بتاعهم، نعرفهم ان كلية التربية برضو مش كلية قليلة، لا ده كلية كبيرة جدا. معاكم طالب عبد الله سامي الزرقاني، امين لجنة الجوالة فرقة تالتة أساس علوم كلية التربية. كنا موجودين كلنا على تواصل دايما مع بعض في حفلة الاستقبال. بالنسبة للفرقة الأولى هم لسه داخلين طالعين خارجين من ثانوية عامة، فجو الكلية وكده جديد عليهم أو جديد بالنسبة لهم، فمش هيعرفوا يتأقلموا إلا إذا كان في ناس موجودة تعرف تأقلمهم أو تعرف تعرفهم الأماكن أو تحببهم في الكلية، تحببهم في أنشطة الكلية. فإحنا كعشيرة جوال كلية التربية كنا موجودين وبنساعدهم وكده، وكان برضو موجود معانا ناس من أسرة طلاب من أجل مصر، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور صبحي شرف والعميدة حاليا دكتور افتاح أحمد بطيخ والأستاذ خالد عبد الرازق رعاية الشباب. أنا عبد الغني حسام عبد الغني، طالب بالفرقة الأولى، قسم الأحياء والجيولوجيا المميز. في أسبوع الاستقبال طبعا 90% من الطلاب اللي كانوا في الكلية داخلين بسبب التنسيق، مش حابين الموضوع، بس بسبب الأسبوع بتاع الاستقبال ده تحت طبعا رعاية الدكتور صبحي شرف والدكتورة فتيحة. ده كان يعني كان مفيد جدا بطريقه يعني مش معقوله. عرفونا، جابوا لنا امثال من الناس اللي اتخرجوا من الكليه وكان ليهم شغل كده التدريس، عشان كل اللي فاهمينه ان الخريج بتاع التربيه بيكون مدرس بس. انا محمد عبد القوي، طالبه بالفرقه الاولى، قسم الكيمياء. طبعا حفلة الترحيب كانت جميلة جدا، أكثر من ممتازة بجد. يعني عملوا حاجات كتير جدا، احنا كنا داخلين أصلا تكدين الشغف، مجرد الكلية تنسيق جابها لنا وخلاص. كنا داخلين طبعا طموحاتنا كانت أعلى من كده كطب، يعني ناس كتير برضو كان أحلامها إن هي تدخل الهندسة. يعني يمكن دي غريزة اتحطت فينا إن احنا يعني كليات القمة. بس طبعا لما دخلنا الكليه في حفله ترحيب بجد كلامهم كان جميل جدا. انا اسمي بسنت ايمن زيد، طالبه فرقه اولى من اساسي انجليزي. بصراحه كنتش حابه الكليه لان التنسيقات كانت ظالمانا كلنا، فانا حبيتها يعني بسبب عميد الكليه الاستاذ صبحي شرف، بسبب الدكاتره الموجودين وبسبب الاستقبال الجميل اللي هم استقبلوه لنا يعني وكده. كان سهلوا علينا كل حاجه، ان كانت اجراءات او اوراق في الكليه، ايا كان يعني كلام اجراءات الكليه كلها او الرسميات الموجوده هم سهلوها علينا وما حدش يتخلى عنا، وكلهم وقفوا جنبنا، واولهم عميد الكليه الاستاذ صبحي شرف. اسمي شهد محمد فكري الأرموط، طالبة في الفرقة الأولى قسم أساس إنجليزي. فرحت جدا إن كلية التربية خدت المركز الأول، لأن ده طبعا حاجة جميلة وحاجة تشرف، هما فعلا استقبلونا استقبال جميل جدا. وكان في احتفالات وكان في جولات في الكلية. الدكتور صبحي شرف كان بياخدنا في جولات هو بنفسه في الكلية، يعرفنا أماكن المدرجات ويعرفنا كل حاجة فيها ويعرفنا أماكن المعامل وكل حاجة. أنا السيد رمضان السيد، كلية التربية فرقة رابعة شعب الجغرافيا، رائد أكبر عشيرة كلية التربية. أولا حابب أوجه الشكر لمعالي النائب دكتور صبحي شرف ودكتورة فتيحة أحمد بطيخ عميدة الكلية، وكابتن محمد فتحي مسؤول نشاط كلية التربية في العشيرة، والأستاذ خالد عبد الرازق مدير الإدارة رعاية الشباب. وكلية التربية معروفة من زمان إن هي دايما فوق. طبعا الاستقبال كان على أعلى مستوى، طبعا لقينا دعم دائم من الكلية ومن المسؤولين. اسمي محمد سيد الشاذلي، مساعد قائد عشيرة جوالة كلية التربية. حابب أشكر كل العشيرة في الأول على التواجد قبل الدراسة بما لا يقل
يزيدوا عن 20 يوم لمساعدة الطلبة في التقديمات والقيام بمعسكر استقبال كانت مدته من 8 الصبح ل 8 بالليل وأكتر. فنشكر برضو الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة على تواجده معانا، كان بيفضل معانا لحد بالليل. كابتن محمد فتحي، طبعا ما ننساش دور مدير الرعاية الأستاذ خالد عبد الرازق، طبعا الاستاذ خميس، كل الناس دي كانت بتبقى معانا على مدار الوقت كامل. هبه عبد الله محمد خليفه، فرقه ثانيه شباب اساسي علوم، عضو اسره طلاب من اجل مصر. احنا طبعا بنشكر سياده النائب دكتور صبحي شرف والعميده دكتوره فتيحه. احنا كنا بننزل ايام معينه في عشان نستقبل الطلبه، كنا بننزل معاهم عند الخزنه بننظمهم علشان منعا الاستحام. طبعا كانوا عملنا 4 ايام استقبال للطلبه الجدد. كنا طبعا بنعرفهم على النظام الجديد، لان فرقه اولى لائحه جديده، بنعرفهم الدكاتره بتيجي تكلمهم عن نظام الساعات المعتمده، وكان في طبعا استقبال مشرف جدا. زياد عبد الله محرم، ثالث عام انجليزي، نائب رئيس اتحاد الكليه. طبعا قبل ما ابدا حابب اشكر اول حاجه القائمين على استقبال الطلبه، طبعا بقياده الاستاذ خالد عبد الرازق مدير رعايه الشباب، والاستاذ الدكتور صبحي شرف عميد الكليه سابقا، والاستاذ الدكتور عميد الكليه حاليا الدكتوره فتيحه بطيخ، وطبعا عشيره الجواله اللي كانوا موجودين معانا طبعا من اول الاتحاد بقياده من اول الاجتماع الاستقبال بقياده الكابتن محمد فتحي. طبعا احنا كان هدفنا الاول ان احنا نساعد الطلبه بشكل عام، ان هم يعرفوا اكتر عن الكليه، يعرفوا اكتر عن الاسر اللي موجوده في الكليه، عن الانشطه اللي موجوده.